ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في كورس بريمير برو للمبتدئين. النهارده ان شاء الله في الدرس الاول اول حاجه هنتعلمها وهي الفايل ستراكشر او تقسيم الملفات. لان خد بالك من حاجه، الايديتنج مش بيبدا من بريمير، بالعكس ده بيبدا من قبل ما تدخل على البرنامج اصلا. انت ممكن تحس ان هي حاجه صغيره بس بجد هتفرق معاك جدا على المدى الطويل، وهتفرق بينك وبين ناس كتيره جدا شغالين في نفس المجال. احنا هنعمل فايل ستراكشر عشان حاجتين. اول حاجه فيهم ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك بعدد عملاء كبير ان شاء الله في المستقبل، وهتاخد بالك ان الجهاز بتاعك بدا يتملى وانت مش عارف تمسح ايه ولا ايه. وده عشان السبب التاني، واللي هو ان بريمير بيمشي بحاجه اسمها الباث او المسار. يعني انت عندك لو انت مسحت فيديو معين زي الفوتوشوب مثلا، لو مسحت صوره معينه الفوتوشوب هيبقى برضه شغال بيها، مش هيحصل له اي مشكله. لكن بريمير لا، هتيجي تمسح اي حاجه هيجي يقول لك اعملي لوكيت او وريني الحاجه دي موجوده مكانها فين، سواء غيرت اسمها غيرت مكانها او مسحتها. الحمد لله دلوقتي بريمير بقى اذكى بكتير قوي ان هو يعمل لوكيت او يدور على حاجه في الجهاز عندك. بس برضه لازم تركز ان الحاجه تبقى موجوده متنظمه. اول حاجه هنعملها وهي فولدر باسم كل عميل. لو احنا عندنا العميل الاولاني هنسميه مثلا يوسف، هنحط جواه كذا ملف، وما تقلقش كل ملف فيهم هقول لك اسمه ايه وبيتعمل ليه. اول فايل عندنا اسمه فوتج، ودوت بنعمله عشان الفيديوهات اللي العميل هيبعتها لك. طبعا الملف دوت بيتقسم لكذا حاجه على حسب العميل اللي انت شغال معاه. يعني انا كنت شغال مع اتنين اسمهم كريس وبيك في اكونت اسمه سالت اند شاركل، كنا شغالين مع بعض وبيبعتوا لي ملفات فيها درونز وجو برو، وفي حاجات بيك كانت بتصورها بالموبايل بتاعها. طبعا الحاجات دي ما ينفعش كلها تتحط على بعض، فكنت بقسمهم كل حاجه في ملف لوحدها. تاني حاجه ما تنساش ان العميل ممكن يكون مصور بودكاست باكتر من كاميرا، في كاميرات بتسمي نفس التسميه، فانت لو حطيتهم على بعض الحاجات دي كلها هي حاجه هتتمسح، هي حاجه تانية هتعمل لها ريبليس وهتضيع. فانت لو عندك اكتر من كاميرا فرقهم برضه. تاني ملف عندنا اسمه اوديو. الملف دوت لما بنعمله بنحط فيه اي حاجه بتعمل صوت. الملف دوت بيتقسم لثلاث حاجات. اول حاجه فيهم هي ساوند افكتس، زي الحاجات دي الصغيره دي اللي بتحطها على الفيديو بعد ما بتخلصه. تاني ملف هو الفويس اوفر، ودوت لما العميل يبعت لك فويس اوفر او هو مسجل صوت وبعت لك سكريبت بيقول لك جيب لي فيديوهات من على مواقع تمشي على نفس الحاجات اللي انا قايلها في السكريبت دوت، ودوت اسمه الفويس اوفر. تالت ملف وده من عندي الصراحه انا بسميه البودكاست. دوت اما تلاقي عملاء مصورين بودكاست بيبقى باعتين لك الفيديوهات وبعت لك معاها الصوت بتاعها من مايكات هم مسجلين بيها. خد بالك من حاجه، انت مش هتعمل كل الحاجات دي دايما مع كل العملاء، بالعكس انت بتشوف العميل دوت بيقع في انهي حته وانت تحط وتصنف الحاجه بتاعته على اساس ده. تالت ملف عندنا اسمه الجرافيكس، ده بتحط فيه حاجات زي الفيجوال افكتس، حاجات بتتعمل على افتر افكتس مثلا، فصل هو عن الخلفيه، حاجات صغيره شبه ديت، وجرين سكرينز لو انت شغال بيها. رابع ملف عندنا وهو اسمه الميوزك، واظن اللي هو مفهوم من اسمه. انا عن نفسي الحمد لله دلوقتي وصلت لمرحله ان انا ما بشتغلش باغاني في الفيديوهات بتاعتي ولا مع العملاء ان شاء الله. لكن الفكره ان انت في اغاني زي حلال بيتس مثلا انا بشتغل بيها مع العملاء وكويسه جدا. بعد كده ملف اسمه الفوتوز او الصور، ودوت عباره عن ملف انت بتعمله بتحط فيه اي صوره انت بتاخدها من العميل او بتستخدمها، زي سكرين شوتس، صور مثلا ليه هو، صور هو مديها لك تحطها، صور بي ان جي اللي هي من غير خلفيه عايز تحطها في حته معينه في الفيديو فانت برضه بتحطها في الملف ده. بعد كده ملف اسمه بي رولز، الملف دوت بنعمله عشان نحط فيه كل الفيديوهات اللي العميل هيبعتها لنا غير اللقطات الاساسيه اللي هو هيشتغل بيها، اللي هي عباره عن الفوتج اللي احنا عملناها في اول فولدر. ودي مثلا بتبقى عباره عن العميل بيتكلم قدامك عادي فهو عايز لقطه تانية وهو قاعد على الكنبه وهو شغال على اللاب بس، او في فيديو من فيديوهاته وهو بيتكلم بيقول يا جماعه انا كنت بجري على البحر، فانت جبت له لقطه او هو بيجري على البحر، او جبت له فيديو من على النت لواحد بيجري على البحر. فاضل معانا اربع ملفات صغيرين جدا ان شاء الله عشان الفيديو ما يطولش عليك اكتر من كده. اول واحد فيهم هو اسمه الدوكيومنتس، ودي عباره عن ملف بيتحط فيه اي حاجه العميل بيعتها لك، من عباره من ملفات. بعت لك سكريبت مثلا عايزك تقراه او تبص عليه، نوتس مثلا هو كاتبها عشان تاخد بالك منها وانت شغال في الفيديو، او اي ملاحظات انت بتحطها في الفولدر ده. بعد كده ملف اسمه الاسيتس، الملف دوت بتحط فيه كل حاجه هتشتغلها للعميل دايما. يعني السبسكرايب بutton مثلا اللي هو بيحطه بيبقى دوت هتشتغل بيه تاني وتالت ورابع، فبالتالي بنحطه هنا مش بنعمله كل شويه. عندك مثلا لو هو بيحط السوشيال ميديا بتاعته، الباك جراوند اللي هو بيشتغل بيها، هي الفكره في الاسيتس ان هي حاجه بنشتغل بيها دايما ما بتبقاش على حسب كل فيديو. والملف اللي قبل الاخير اسمه ادوبي، وده عباره عن ملف بتحط فيه كل حاجه ليها علاقه بالبروجكت بتاعك، زي البريمير بروجكت، الافتر افكت بروجكت، لو انت شغال حاجه مثلا بالفوتوشوب. الفكره فيه ان انت بتحط فيه البروجكت نفسه، وده بسبب ان افتر افكت وبريمير بيحذفوا جنبيهم ملفات كتير جدا زي الاوتو سيف والجرافيك تمبلتس وغيره، فبالتالي لو انت حطيتهم متنطورين في كل حته هتبقى صعبه قوي عليك انك تمسحهم وتجيبهم من هنا ومن هنا ومن هنا. اخر ملف عندنا هو اسهل واحد واللي كلنا بنحب نوصل له، واللي هو اسمه الاكسبورتس. ده بعد ما تخلص الفيديو بتاعك خالص وعايز تعمل له اكسبورت وتديه للعميل بتاعك بتحطه هنا، وده برده بتحط فيه النسخه الاولى والثانيه او الثالثه لو عميل طالب مراجعات عليها. وبكده يبقى خلصنا درس النهارده، بس انا حابب اقول لك على كذا حاجه هتسهل عليك جدا. اول حاجه فيهم ما تنساش ان الحاجات دي كلها مش هتستخدمها مع كل عميل،
في حاجات هتفرق مع العميل دوت وفي حاجات مش هتستخدمها خالص مع عميل تاني. تاني حاجه ابني الاسيتس او الاصول بتاعتك، يعني انت ساوند افكتس معينه بتستخدمها مع ناس كتير ما تحطهاش عند عميل واحد عشان لما تيجي تمسح حاجته ما تمسحهاش معاه، بالعكس اعمل لك ملفات خاصه بيك انت بتحط فيها كل الحاجه اللي انت بتستخدمها مع العملاء كلهم. تالت حاجه واخر حاجه هتسهل عليك وهي ان انت تدخل على الديسكربشن وهتلاقي لينك لجوجل درايف في الملفات دي كلها متقسمه ومتنظمه، انت بس عليك تنزلها. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، لان بجد الحاجات دي بتفرق جدا، وان شاء الله عشان تتابع الحلقات الجايه اللي نازله في الكورس ده.